السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. بإذن الله مع بعض النهاردة هنعمل أحلى هريسة، ونخش على طول على الفيديو. هيكون معانا نص كيلو من دقيق السميد، وكمان هندفع على النار، معلش المقطع ده، هندفع على النار نص كوباية لبن حوالي 100 ملي، وكمان 200 جرام سكر حوالي كوباية، وكمان هيكون معانا حوالي 100 جرام من السمنة اللي هي البلدي طبعا، يجي نص كوباية. بندوبهم كلهم كده على النار، بندفيهم. وبعد كده هيكون محضرين نص كيلو من دقيق السميد، وهيكون معانا معلقة من اللبن البودر لو متوفرة، و30 جرام من جوز الهند لو تحبي. هنبتدي بقى ايه، نحط الخليط اللي احنا دفناه اللي هو نص كوباية لبن، وكمان نص كوباية سمنة بلدي، وكمان 200 جرام سكر دوبناهم كده ودفيوا بس على النار. هنبس كل الخليط زي ما انتوا شايفين كده، ما تقلقيش خالص. بنتأكد ان كل الخليط اندمج مع الايه، السميد اللي هو نص كيلو، وكمان مع معلقة لبن بودر لو متوفرة، و30 جرام من جوز الهند. المقدار ده يا جماعة لصينية 28 بنحط نص الكمية. شرباتها بيكون سخن، بيبقى عبارة عن كوباية سكر و2 كوباية مية. بنسخنهم طبعا على النار كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده بنطفي عليهم النار. ممكن تحطي كيس فانيليا او معلقة من السمنة البلدي. طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 200، السلك في الرف اللي في النص. بنبتدي كده نسكن اول طبقة، بنحط نص كمية الخليط بتاعنا. تقدري بقى تحشيها اي حشو تحبيه. انا هحشيها جوز هند وشوية من الزبيب، ممكن تحشيها مكسرات معاهم، وممكن كمان تقلبيهم في معلقة عسل عشان ايه، تثبت معاكي برضو المكسرات. انا حطيت جوز هند كده، شوية جوز هند وشوية زبيب. دي الهريسة يا جماعة المحشية. الخليط على فكرة اللي هيبقى معانا ده معلقة لبن زيادة بس كده، ونقلب الخليط اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت بس معلقة لبن عليه. وهنبتدي برضو ايه، يعني نفرده كده على وش الهريسة. حلو جدا يا جماعة. هي بتفرد معانا صينية مقاس 28. نحط طبعا نص الكمية، ونرجع نحط المكسرات بتاعتنا او الحشو اللي نحبه، ونرجع نحط النص التاني. قبل طبعا ما بنشتغل في اي حاجة متعودين ان فرننا بيبقى ساخن على الدرجة المطلوبة، هي درجتها 200، السلك في الرف اللي في النص. طبعا بعد ما تحمر حوافيها كده، لو حسينا ان هي احمرت نبتدي ايه، نشغل عليها الشواية. برضو كده نثبتها كويس. الوش ممكن بمثلا بشوية مية او حاجة، تحطي ايدك في مية او حاجة وكده، ونسوي الوش بتاعنا. ممكن تحطي برضو على الوش مكسرات او تسيبيه سادة زي ما تحبي. شايفين؟ تبلي ايدك لبن او مية، ونبتدي نساوي الوش. حاجة بسيطة خالص خالص يا جماعة اهو، شايفين؟ معلقة صغيرة كده وبسوي بيها الوش. طبعا ده السكر، كوبايتين من المية عليهم كوباية من السكر. بندوبهم الاول كده وناخدهم غلوة كده على النار، ونطفي عليهم. تقدر تحط كيس من الفانيليا او معلقة من السمنة البلدي.
طبعا هي سخنة والشربات سخن. اول ما بتخرج معانا على طول بننزل بالشربات بتاعنا اهو، شايفين بتشرب وطالعة معانا تحفة. ان شاء الله تجربوها كده وتنجح معاكم. ممكن نغطيها بس دقيقتين ونشيل على طول الغطا. زي ما انتم شايفين طالعه معانا تحفه. ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. وصلتوا معانا لحد كده بقى واستفدتوا من الفيديو، لايك وشير للفيديو. بكده خلصت وصفتنا. يا ريت بقى تقولي في التعليقات رايكم ايه. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.